السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل مع بعض صلصة الطماطم تفريز هتكفيكي من السنة للسنة بنفس الطعم ونفس الريحة اللي انت عملتي بيها اول يوم. تعالوا كده بينا نسمي الله ونبدأ عشان نشوف الطماطم بتاعتنا اللي احنا استخدمناها. اللي هي الطماطم المطولة زي ما انتم شايفين. بيسموها طماطم البلح، او الطماطم المطولة البلح. تمام، دي احسن حاجة. بلاش تجيبي اللي هي اللي عاملة زي البرتقانة مدورة قوي دي، لا بتبقى حادقة وبتبقى مش حلوة قوي في التفريز او في الصلصة بتاعة الطماطم. هنبدأ ان احنا نشيل القمع بتاع الطماطمية من فوق كده بطرف السكينة خالص، هتلفيها زي الوردة كده هتطلع معاكي بكل سهولة. وهنقسمها 4 تربع. الطماطم قلبها حلو ونظيفة وفيها لحم ما شاء الله، رغم ان انا جايباها بقالي حوالي 3 4 ايام وسايباها بره التلاجة علشان اوصل للون الاحمر الحلو. لما الطماطم بتاعي تبدأ ان هي تحمر يكون افضل يعني ان انت تسيبيها بره. زي ما انا قلت لك هقطعها 4 تربع. الطريقة دي انا معتمداها من زمان جدا جدا. بعملها وبتطلع معايا الصلصة اللهم بارك. حاجة كده بتفضل معايا نفس الريحة ونفس الطعم اللي بعملها بيه النهاردة لآخر يوم أو لآخر كيس بيكون معايا في الفريزر. مش بحط عليها بقى لا بنجر ولا بحط عليها بابريكا ولا بحط أي حاجة خالص. أنا قطعت الطماطم كلها زي ما انتوا شايفين كده، وهرفعها على النار. نار متوسطة خالص، لا هي عالية قوي ولا هي واطية قوي، علشان لو عالية قوي الطماطم هتتحرق بسرعة، ولو واطية قوي مش هتطلع كل المية اللي فيها الا بعد ساعتين او 3 او كتير، واحنا مش عايزين ده. الطماطم بتاعنا بدأت تطلع كل السوائل اللي فيها، وفي المرحلة دي لسه اول حاجة عليها خالص، يعني اول 5 دقايق او 10 دقايق طلعت كمية المية دي. ولما حطيت الطماطم بتاعي انا ما كنتش حاطة عليها سوائل نهائي، علشان انا عايزاها تخرج المية اللي فيها وكل الاحماض وكل الاملاح اللي موجوده في الطماطم. هنختبر الطماطم بتاعنا علشان نشوفها استوت، وهقولك تعرفي ازاي ان هي استوت. هوريكي واحده زي ما انت شايفه كده في الطبق بتاعي، وهحاول ان انا اقطعها. في المرحله دي الطماطم بتاعتي لسه ما استوتش، فهغطي عليها لغطه تاني. ويفضل ان انت تغطي الغطا علشان كميه البخار برضو اللي بتطلع تسويلك الطماطم بسرعه. هبدا ان انا انزل كده اللي على الوش علشان يبقى كله في قلب الميه، وهرجع الغطا بتاعي تاني ونفس الحراره او نفس الشعله اللي انا سايباها. الطماطم بتاعتي في المرحله دي خدت معايا وقت حوالي ساعه بالظبط. لما وصلت معايا للمرحله دي هختبرها تاني قدامكم. كده الطماطم بتاعتي استوت. هشيل بقى، هنزل كل اللي انا طلعته وهطفي عليها النار وهسيب الغطا، مش هغطيها تاني علشان البخار او كميه الميه اللي فيها تبدا تتبخر ويفضل معايا الميه القليله اللي انتوا شايفينها دي. هبدا ان انا بالكرنيب كده او بمصفى لو انتي مش حابه مرحله الكرنيب، ابدا ان انا اشيل كل الميه اللي طلعت من الطماطم دي. ودي اهم خطوه او اهم مرحله في الصلصه بتاعتنا، ان احنا نشيل كل الميه اللي نزلت من الطماطم دي. هتقولي لي بتشيليها ليه؟ هي ممكن تسهل عمليه الضرب في الخلاط. اقول لك اول حاجه، الميه دي مليانه املاح ومليانه احماض اللي هي بتاعت الطماطم، او اللي بتخلي نسبه الحموضه عاليه قوي قوي في الصلصه بتاعتنا حتى لو انت حطيتي ملح. انا اتخلصت منها كلها، مش محتاجاها في اي حاجه. وهبدأ ان انا بالكرنيب كده واحط كمية بس بسيطة في الخلاط يعني النص، وابدأ ان انا اضربه 3 مرات بالظبط. انا عايزة الطماطم بتاعي بيوريه، مش عايزاها مهروسة ولا مهموكة لدرجة ان القشر بتاع الطماطم ينزل من العيون بتاع المصفى. وكمان الافضل ان انت تستخدمي مصفى استانلس او اللي هي عيونها زي دي، بلاش المصفى السلك هتغلبك شوية، وكمان هتكون ممكن تتقطع منك وهتصعب عليك العملية. فخليكي معتمدة المصفى دي هتسهل عليك. القشر بتاعنا زي ما انتوا شايفين وكل حاجة موجودة في الطماطم انا هتخلص منه خلاص، ما عدتش محتاجاه. بس هحاول ان انا اطلع كل اللي موجود فيها. انا ضربتها ضربتين او 3 ضربات بالظبط لان انا عايزاها بيوريه. ادي الصلصة بتاعتنا ما شاء الله قوامها حلو. هنزل بقى عليها بمعلقة، نفس المعلقة اللي انا هستخدمها، معلقة سكر وزيها معلقة ملح، وكمان نص معلقة فلفل اسود. ودي اهم حاجة لان هي بتطعم لك الصلصة بتاعتنا. وكمان ما يكملش ربع كوباية زيت، يعني حوالي 4 معالق كده زيت. ولو انت هتعبي الصلصة انا كده هدخلها على البوتاجاز، بس لو انت هتعبيها في برطمانات بلاش تحطي الزيت دلوقتي وحطيه على وش البرطمان. الصلصة بتاعتي حطيتها حوالي نص ساعة بالظبط لحد ما تقلت، والافضل ان انت تغطيها
علشان خاطر اول ما بتعلي النار او بتحطيها وتبدأ ان هي تطلع فقاعات بتنطور على البوتاجاز، وبلاش علشان ايه ما نبهدلش الدنيا. فالافضل ان انت تغطيها وهي مش بيأثر فيها. زي ما انتوا شايفين ادي اول حاجة، انا بس كنت بوريكم نطورت على البوتاجاز. سبتها وركنتها على جنب لحد ما هديت خالص وقوامها تقل وطلعت نسبة البخار اللي موجودة فيها، وهبدأ ان انا اعبيها في الاكياس بتاعه التلاجة بتاعتي. انا حاطه الملح وحاطه السكر علشان نسبة الحموضة اللي فيها ويعادلوا برضك الطعم بتاعها، وكمان هما مواد حافظة الاتنين مع بعض علشان احفظ بيهم الصلصة بتاعتي. اللهم بارك، طعمها حلو قوي، ممكن تاكليها بالمعلقة كمان. نسبة الحموضة بتاعتها قليلة جدا جدا جدا. انا معتمدة الوصفة دي من سنين، بعملها على نفس المنوال ونفس الطريقة، والحمد لله اللهم بارك بتطلع معايا حاجة تحفة. وكل اللي جربها الحمد لله شكر فيها. اتمنى ان انتوا تجربوها على نفس الطريقة اللي انا عملت بيها، وان شاء الله هتعجبكم. احسن من الجاهزة 100 مرة. الحمد لله ما فيهاش قشر، ما فيهاش بذور. وكمان ال3 كيلو طماطم بتوعي طلعوا معايا 4 اكياس، يعني اللهم بارك حلوين قوي. زي ما قلت لكم اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتعملوها على الطريقة دي. وكمان اشتراك في القناة واللايك للفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم كل المعلومات اللي انتوا تقدروا تعملوا بيها الوصفة وتستفادوا بيها. مشاهدة ممتعة للفيديو. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.